ومع الفقيه ومع العالم ومع الفاهم. والناس في استنباط القرآن ثلاث: عالم، فاهم، وعالم بالشيء، ومتدبر. ورب العالمين جعل لأهل الفهم في القرآن آيات، وجعل لأهل القراءة والعلم آيات. فالذي يستطيع أن يستنبط من القرآن ويكون سريع البديهة جعل الله الآيات التي تخصه مختصرة، والذي يحتاج إلى أن تقنعه هو صاحب علم الآيات مطولة. لما ذكر الله تبارك وتعالى أولي الألباب اختصر الكلام، ولما ذكر أولي العقول أطال المقام. قال في سورة البقرة لأهل العلم لأهل العقل، لأن غير أهل العقل غير أهل اللب، اللبيب أسرع من العاقل. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري بالبحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا العاقل. لما تكلم بنفس الخطاب لأولي الألباب اختصر الكلام: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال هذا ما تطول معهم، صاحب اللب يدرك قبل. ولذلك في سورة البقرة وآل عمران الحروف المقطعة جاءت لها علاقة بأولي الألباب. الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام را كاف، هذه الأحرف قال فيها المفسرون هي جاءت لتعجز قريش، ومنهم من قال الله أعلم بمرادها، ومنهم من أعطاها على حسب مدارك الناس. في زماننا نستطيع أن نستنبط من هذه الأحرف أنها جاءت لتحصر الصور، والكلام لا يكون محصورا، إنما سيأتي قوم يفهمون منها الأكثر. ألف لام ميم سورة البقرة قضاياها ثلاث، وختمت بالميم وهو المال، ولذلك ختمت البقرة بالمال. في هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فسورة البقرة تكلمت عن الإيمان بالغيب، وفي وسطها ركزت عن إقامة الصلاة موسى مع بني إسرائيل، وختمت بالتجارة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. سورة مريم كاف ها يا عين صاد قضاياها خمسة، حتى الألفاظ: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. والأنبياء الذين ذكروا في مريم خمسة، اذكر في كتاب إبراهيم، في كتاب موسى، هارون، إدريس، إسماعيل. إذن ما خرجت عن خمس. كاف ها يا، الكاف والهاء والياء لليسر دائما معروفة. فبدأ الله بآل عمران بسورة مريم بالخير، لما جاء لعين صاد، العين تستخرج منها العصبة عذاب، الصاد كذلك تخرج منها الأشياء القوية. فبدأ ختم سورة مريم بالشر: أفرأيت الذي كفر بآياتنا ولأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فختمت بخبر عن المشركين. إذن الأحرف ولذلك سورة صاد كثير من الصور فيها نفس الإشارات. قوله عز من قائل: صاد والقرآن ذي الذكر، الصاد، وبدأ بالخبر عن المشركين. لما تكلم في سورة النمل عن قصة سليمان عليه السلام: طا سين طا، حتى النملة قالت ماذا؟ قالت ليحطمنكم، لأن في طاء بدأ في الأول. والهدهد قال أحط بما لم تحط به، طا سين. فبدأت السورة بالقوة لأن فيها طاء، وختمت بالسلم والسلام مع قصة بلقيس مع سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فختمت السورة بالسلم والسلام. إذن هذه إشارة للحروف المقطعة التي جاءت في أوائل السور يستطيع أن يستنبطها أولو الألباب. ورب العالمين يقول: إنما يتذكر أولو الألباب. فلذلك فالقرآن أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. بل القرآن أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمه. فقدس القرآن واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. يا طالب القرآن لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء فضل القرآن لم ينم. والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم. والكلام في هذا المجال كالدواء إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه صدع. ولذلك قالوا من الحكمة أن تعرف ما تقول وليس من الحكمة أن تقول كل ما تعرف. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.